وانا شارب حاجه ولا ايه؟ ايه الفانتازيا دي؟ ايه اللي جاب البوليس هنا؟ دلوك اقول لهم ايه عشان واقفين على الباب بره. واحنا بنسيون يا دي. ده احنا في واه كأنه صح البوليس. ما انا قلت لك. ايه؟ انا عملت ايه واخديني ليه؟ هو انا لعبت حاجه غلط ولا حاجه؟ خير واخدينه ليه يا حضرة الضابط؟ الحاج يا كبير انا ما عملتش حاجه انا. يا دي الاداء دي اصلا معناها انك عملت. ده ممثلين التلفزيون في التسعينات كانوا بيعملوه ده. ماما انت ملاحظه حاجه؟ كلنا بنبقى ملاحظين حتى امها. انا ليه ما بقاش ملاحظ؟ عشان انت نفسك قطعيه. عمل ايه؟ سرق عفش بيت الحاج سلامه. ده التباس. هو عامل العكس، كان بيساعد الحاج سلامه ينقل عفشه تاب. ايوه انا بس يا الله، ما قلت لك الاداء ده بيزود الشكوك. اقول اني كنت بساعده؟ كان بيساعده. كنت بساعد الحاج سلام. وهو لو بيساعده هيروح يبيع عفش البيت في سوق الجمعه؟ انت عرفته؟ ووووو يا ابن الصرمه، انت بتغفلني. والله العظيم ما كنت اعرف حاجه عن الكلام ده. لا طبعا خدوه. وعايزينك انت كمان يا كبير معاه. انا مالي وانا ولي امر ولا ايه؟ هو يروح لحاله. الكاميرات مصوراكم انتوا الاثنين وانتوا بتاخدوا العفش من قدام بيت الحاج سلامه. كاميرات ايه؟ انا يخرب بيتك، اداك معدي. شفت؟ والله العظيم ما اعرف حاجه، هو غفلني. طب معلش ممكن 5 دقايق اكمل الماتش ده متوقف عليه مستقبل مصاريته كله. للاسف يا كبير لازم تيجوا معايا حالا. الله يسامحك يا قطر. استنى يا كبير، ثانية واحدة يا ست الظابط. لو هتقبضوا على حد اقبضوا علي أنا. الكبير من الصالح لا اعترف بكل حاجة. أنا اللي قتلت الحاج سلام. سرقت تتعلق على نفسك. سرقت. معلش ممكن أقولها تاني؟ اتفضل. أنا اللي سرقت الحاج سلام، ولو هتقبضوا على أنا وسيبوه الكبير عشان يكمل الماتش عشان المصاريف. بس انت سارق نص المصاريف. انت هتزيط. انت حتى اشترك في باقات واتشت الشهرية بتبدأ من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية بتبدأ من 149 جنيه و99 قرش.